السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الواقعة اللي هنتكلم عنها النهاردة لما صدر فيها الحكم ضد المتهم بالإعدام، أمه بقت فرحانة واتزغرط إن ابنها هيتعدم. الواقعة دي حصلت فين؟ في الحومدية في الجيزة. اسمها سمر، عندها 20 سنة لما اتجوزت من شاب، وقعدوا هما الاتنين 3 سنين مع بعض. شافت معاه كل المرار. طبعا كلنا عارفين ان الحياة الزوجية يعني فيها ايام بتبقى عسل وفيها ايام بتبقى بصل البصل. مفيش حياة زوجية الا لما بيكون فيها خلافات، ولكن هنا الخلافات كانت كتير قوي والناس سمع صوتهم كل شوية، وكمان كان بيضربها بيمد ايده عليها. هنا الزوج لما بيمد ايده على زوجته خلاص راح الاحترام على الاخر، لانه اكيد طبعا قبل ما يضربها كان بيشتمها. ممكن تكون الزوجة كانت قاعدة في بيت العيلة مش طايقة امه، او امه كانت حما جامدة عليها، او انه هو كان بيشرب مخدرات وهو مش عايز يبطل. طبعا في اسباب كتير جدا للخلافات الزوجية. ممكن يكون ان هو بخيل، ممكن ان هو كتر ضربه ليها خلتها خلاص مش قادرة ان هي تعيش معاه، ومن كتر ما كل شوية تاخد بعضها وتروح عند اهلها وتغضب وبعد كده ترجع تاني. المرة ديت خلاص مشيت بعد ما عشرته 3 سنين، ورجعت بيت اهلها وقالت انا مش هرجع له تاني، ولو فيها موتة، لو هتقتل فيها مش هرجع تاني. وده اللي حصل حقيقي. اخوها هنا كان بيضغط عليها انها ترجع لجوزها. الله اعلم بقى في بينهم صحوبيه هو وجوزها، او هو وطليقها بقى، هم كمان اتطلقوا. هل كان في صحوبيه بينه وبين طليقها مثلا عايز ان هي ترجع غصب عنها وضاغط عليها وتقول له انا مش هرجع له، انا لا يمكن اعيش معاه تاني ولا ادخل البيت ده تاني ابدا. اللي حصل هنا ان الزوجة لما اصرت، او الاخت لما اصرت ان هي ما ترجعش وهو بيضغط عليها وهي مش راضية خالص، لما لقى ان يعني فشل بقى، فشل في ان هو يقنعها انها ترجع، عمل ايه؟ دخل جاب سكينة ومسك اخته، قعد يطعن فيها يطعن فيها، يضرب فيها 20 طعنة. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني اختك مش عايزاه، فيها ايه ان هي مش عايزاه؟ وخلاص اتطلقوا، انت عايز ترجعها ليه؟ ايه السبب ان انت عايز ترجعها؟ هي مش راضية بالاهانة وبالذل وبالضرب والشتيمة وقلة الادب والحياة اللي كانت كلها قلة كرامة. انت عايزها ترجع بالعافية لجوزها؟ طيب هي مش راضية خلاص، واقنعتها وكلمتها كذا مرة ومش راضية، تمسكها تقتلها وتديها 20 طعنة؟ لا، كمان بعد ما عمل كده ده قعد وحط رجل على رجل وولع سيجارة وقعد جنبها مستني الأجهزة الأمنية لما تيجي تقبض عليه. وحصل حقيقي وتم القبض عليه وتحول لمحكمة الجنايات اللي حكمت عليه بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي، واتحكم عليه بالإعدام شرطا. استأنف على الحكم وتأيد الحكم برضه بالإعدام. طبعا الأم هنا بقت فرحانة إن يعني ربنا جاب حق بنتها. الأم هنا كانت فرحانة إن والأم هنا كانت فرحانة، أيوة فرحانة إن جه حق بنتها خلاص بعد ما اتقتلت قدامها ب20 طعنة من ابنها. كانت فرحانة فيه، أيوة، إن هو خد إعدام وضيع أخته. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.